يناير كل عام يدخل النور الزنازن يطرد الخوف والظلام. يا نسيم السجن ميل على العتب وارمي سلام، زهر النوار وعشش في الزنازين الحمام. دي كانت رسائل عمنا أحمد فؤاد نجم من داخل السجن بعد ما اتسجن في يناير 1977 على غرار أحداث انتفاضة الخبز، أو كما سماها السادات انتفاضة الحرمية. وده موضوع حلقتنا. ايه هي انتفاضة الخبز؟ ايه اللي حصل بالظبط في انتفاضة الخبز؟ في يناير 1977 حصل عجز في الموازنة. عمل السادات اجتماع مع مجلس الوزراء عشان يشوفوا ايه الحل للعجز ده، ووسط هم قاعدين في المناقشات وبيتناقشوا عشان يشوفوا حل، واحد رفع ايده وقال له انا عندي حل يا ريس. الراجل ده كان الدكتور عبد المنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء لشؤون المالية والاقتصادية. قال له احنا نرفع الدعم عن 35 سلعة أساسية بس، يا دوب العيش واللحمة والرز والدقيق والبنزين، وكان كده 10 آخرون يعني ولا حاجة. السادات خد نفس كده من البايب وقال له فكرة هايلة يا قيسوني. يوم 17 يناير وقف القيسوني قدام مجلس الشعب وعرض الفكرة دي، وطبعا زي ما احنا عارفين مجلس الشعب عندنا ما بيعملش غير حاجة واحدة. وافق طبعا على الفكرة وقرروا يشيلوا الشعب عجز الميزانية لوحده، ويشال الشعب الليل. يوم 18 يناير 1977 أعلنت القرارات الصبح، وفي مفاجأة غير متوقعة. خرج العمال، بالتحديد عمال شركة غزل ونسيج حلوان وعمال المصانع الحربية وعمال الترسانة البحرية في الماكس في اسكندرية، ولحقهم طلبة الجامعة بالتحديد بداية من عين شمس لباقي طلبة مصر لعمال مصر للموظفين، وكله نزل واتجمعوا. وبقت مفاجأة للنظام إن الشعب قرر ينتفض على زيادة الأسعار دي، وبدأت الانتفاضة كعادة الشعب المصري سلمية. وطبعا لما الناس نزلت بالعدد ده، وحتى لو كان عدد اقل، الشرطه عندنا معروف بتعمل ايه في المواقف اللي زي دي. نزلت الشرطه ومش شايفه قدامها، وابتدت تلطش في المتظاهرين. هي تضرب والمتظاهرين طبعا ما سكتوش، راحوا ضربوا هم كمان. وصلت بهم بقى في حاله الانفجار بيخربوا اي حاجه، منشات حكوميه منشات خاصه، كل اللي طايل حاجه بيخربها. الشرطه تضرب والمتظاهرين يضربوا. راحوا حرقوا الاسام زي اسم الازبكيه واسم السيده زينب، وكمان وصلت ان هم حرقوا مديريه امن القاهره، وراحوا حرقوا استراحات الرئاسه في مصر كلها من اسوان للقاهره بطول مصر، وحتى في مطروح اتحرقت كمان. اي حاجه لها علاقه بالنظام بقت بتتحرق. محدش قدر يوقف انفجار الشعب على الاوضاع الاقتصاديه اللي بتحصل دي. نزلت العساكر تضرب والشعب يكسر، العساكر تخرب وتضرب والشعب برضه يخرب ويكسر. طلع عمنا السادات وقال دي انتفاضه حراميه. بذمتكم شايفين البجاحه؟ يبقى هو اللي واخد مني الفلوس وبيقول عليا حرام. فئة قليلة لا يحركها إلا الحقد، وهو ما شكوت منه، وهو ما دعوتكم لكي نواجهه معا اليوم. فضلت الأعداد تزيد والمظاهرات تزيد والأمن يضرب ويقبض على الناس، لحد في يوم 19 يناير كانت عناوين الصحف الثلاثة رسمية: تنظيم شيوعي بيحرك المظاهرات، شيوعيين بيخربوا في البلد، الشيوعيين عاملين مؤامرة على البلد. المهم، وبعد عناوين الجرايد دي الصبح اللي قعدت تشكك في المظاهرات وفي نية المتظاهرين العمال والموظفين والطلبة، في نشرة 2:30 أعلنت إلغاء القرارات الاقتصادية السابقة ورجع الدعم تاني زي ما كان. مش ده بس اللي حصل، راح السادات اتصل بالمشير الجمسي وقال له نزل لي الجيش في الشارع يفضلوا المظاهرات دي باي شكل من الاشكال. ويقال ان حصلت مشادات بين السادات وبين المشير الجمسي على طريقه فض المظاهرات. المهم الجيش نزل واتفرض حظر التجوال من 6 مساء ل 6 صباحا، واتقبض على عدد من المتظاهرين كالعاده اللي كانوا بيطلوه كانوا بيقبضوا عليه. رست في الاخر على ان العدد اللي اتهم 176 شخص، اتهموا بسبع تهم كفيله تخليهم يقضوا بقيه عمرهم في السجن. من ضمن الناس اللي اتقبض عليها عمنا احمد فؤاد نجم، وكتير من شباب مصر اتسجن ال 176. وفضلت القضيه دي شغاله على مدار سنتين، من ابريل 1978 حتى ابريل 1980. بس القاضي اللي كان ماسك القضيه كان قاضي شريف وتعاطف مع الشعب، اسمه المستشار حكيم منير صليب. وجد ان القضيه ما تنفعش تبقى قضيه دي ناس بتطالب بحقوقها، واللي اتحكم عليهم من ضمن ال 176 اللي فضلوا في السجون 11 واحد خدوا 3 سنين وتسعه خدوا سنه واحده، يعني 20 من كل المتظاهرين هم اللي اتهموا بالتخريب، والباقيين كانوا مسلمين عندك بيعملوا ايه؟ لا ما نعرفش، احنا بنسجن كده وخلاص. اللي حصل في يناير 77 رغم انه كان المسمار الاول في نعش السادات، لانه كمان تسبب في تجريف الجامعات وافساد التعليم حتى يومنا هذا. تم تجريف الجامعات من وقتها وحتى الان. الجامعات بقت بتخرج متعلمين من غير تعليم، متعلمين بس ما بيفهموش، متعلمين من غير عقول، لان الفهم والعقل خطر على الانظمه اللي بالشكل ده. كان لازم ما يكونش فيه حد
لمصر